السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم شفتوا هاي الحالة البارحة اللي نشرناها عبر صفحاتنا الرسمية في التواصل الاجتماعي، مناشدة إلى وزارة الصحة العراقية والوزير المحترم وكل العاملين في وزارة الصحة. طبعا ما قصروا، اتصلوا بينا وقالوا احنا حاضرين، وإن شاء الله باكر راح ناخذ كل أوراقه وتقاريره الطبية حتى نعرضها عليهم، وإن شاء الله يقوموا له بالواجب وأكثر. هذني الذي تشوفوهن 3 علاليق كلهن مراجعات وتقارير طبية لهذا الرجل المسكين، وإن شاء الله باكر احنا راح ناخذهن إلى وزارة الصحة اللي اتصلوا بينا من شافوا المناشدة من البارحة لحد الآن. كل اللي طبعا مسؤولين في نفس الوزارة تواصلوا وياي وقالوا احنا حاضرين نقدم يد العون لهذا الرجل المسكين. حجي ببداية ايش تقول وزارة الصحة اللي تواصلوا ويانا؟ جزاهم الله خير وبارك الله بهم وبجهودهم. الله يبارك وجهودكم انتم ان شاء الله. الله يسلمك. انتم اللي ساعين بالخير. رحم الله عليك. الله يبارك فيك. كنت تتوقع انه وزارة الصحة راح تتواصل ويانا؟ لا والله لا، بس الله سبحانه عز وجل بسكم رحمة. الله يبارك فيك. الحمد لله على كل حال. وطبعا ان شاء الله باكر احنا متوجهين الى وزارة الصحة العراقية، واحنا ان شاء الله نجيك بفرحة مثل ما انت ردت ان شاء الله. وان شاء الله راح تكون مراجعة لك طبية ان شاء الله مجانا، وايضا راح تكون لك عربانة طيلة ايام حياتك ان شاء الله. ربي يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر، وراح نبقى نتابع احنا وياك، وراح لحد ما انت تقول بعد اني خلاص كل الاشياء اللي طلبتها تحققت لي ان شاء الله. اما الناس الخيرة الطيبة اللي دائما نشكرهم، والله سبحانه وتعالى هو يعلم شنو بداخلهم، اللي تبرعون بهذا المسواق لهذا الرجل المسكين اللي هو لحم ومخضر، والله يعطيهم الصحة والعافية ويرزقهم، وإن شاء الله يا رب في ميزان حسناتكم. انتظرونا بحلقة باكر إن شاء الله في وزارة الصحة العراقية. هاي الناس على نياتهم، من قد المراجعات إلى المستشفيات والأطباء صاروا ما يعرفون يا تحليل أو يا تقرير طبي أو يا إشعة أو يا علاج ياخذونه. وبدينا هنا احنا نتعاون بيناتنا حتى نصفي الأوراق وناخذ المفيد. شكرا لله على هاي النعمة التي نعمنا بها، وهي مساعدة كل إنسان محتاج، والحمد لله على أي حال. وخلي تشوف الناس اللي الله مطيهم صحة وعافية، شوفوا لعد الله شقد مفضل علينا بالنعم، وللأسف اكو ناس ما تحس بهاي النعمة. في أمان الله.